محدش بيعمل مجهود وبيجيب صفر في الدنيا. في كوميك بتاعت علي ربيع، الواد طلع له قال له انا ابويا هيزعق لي. قال له ليه؟ قال له جبت 15 من 50 في الانجليزي. قال له جبت 15 درجه؟ يلا انت المفروض تفتخر، انا جبت نص. انا برضو في امتحان العربي ده ما كتبتش حاجه في الورقه خالص وسبتها فاضيه. بعد نص الوقت على طول كنت عايز اروح بقى ومتضايق هسقط يعني، فنزلت بعد نص الوقت على طول. فمدير المدرسه، انا كنت مشهور في المدرسه بتاعتي، مدرسه الحسينيه الثانويه بنين، فلما نزلت مدير المدرسه شافني تحت قال لي يوسف تعالى انت رايح فين؟ قلت له انا خلصت امتحان. ماشي. قال لي خلصت ايه؟ ده نص الوقت يا دوبك لسه خلص، تعالى معايا احنا نطلع اللجنه. قلت له يا عم عايز اروح. قال لي لا هنطلع اللجنه. ما خلاش الراجل يفتح لي باب المدرسه. طلعنا اللجنه، مسك ورقه الاجابه بتاعتي لقاها فاضيه، قام زعق للمراقبين وعايزين تودونا في داهيه ومش عارف ايه، اقعد لازم تكتب حاجه في الورقه. فقعدت نقلت الاسئله حرفيا، جبت 7 من 50. انا قصدي اقول لكم محدش في الدنيا بيعمل مجهود ويجيب صفر. عملت مجهود هتجيب نتيجه ان شاء الله زي علي ربيع نص من 50. فما تبخلش يا اخي على نفسك ولا على حياتك ولا على اي حاجه بمجهودك. اعمل مجهود يا باشا. سلام يا باشا.